ازيكم عاملين ايه؟ هاي مع عبير. ده بسكوت وده كمان بسكوت، الاتنين دول محلى بسكوت. خلينا نفتحها. بصوا من جوه عامله ازاي، شكلها جميل. افتح لهم يا ماما، تعالوا كمان نشوفوها من جوه. نعم يا ماما استنى. وده احلى كمان بسكوت في الدنيا. شفتوا عامل ازاي من جوه. طعمه جميل قوي يعني جامد. حبيبتي الجميلة القمر اللي كانت بتعمل لي ريفيو العسل، اللي كانت منوراني. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ انا عبير، ودي قناتي، قناة اشهر الاكلات. ويلا بينا ندخل على وصفتنا الجميلة دي ونصلي ونسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. هتعملي لنا النهارده ايه يا عبير؟ هنعمل لكم بسكوت القمر الجميل ده على ايه طريقة تيتا وماما واجدادنا، اللي هي الطريقة القديمة دي. ده قد ايه يا عبير؟ ده كيلو دقيق وباكت بيكنج باودر وذرة ملح كده ما بين صوابعك، يعني رشة ملح كده، والجوز الهند. بس انا ما انصحش يا جماعة ان الحاجات دي تتحط على الدقيق وكده وتنخريه، يعني تحطي كل حاجة على الدقيق كده، لا. احنا نحط كل حاجة في على السمنة وعلى الدقيق واحنا بنحطوه. ليه بقى؟ عشان السوائل لو ما خدتش الدقيق كله يبقى احنا ما حطيناش على الدقيق كله ايه الجوز الهند والبيكنج باودر. كده انت عملت ايه يا عبير؟ دول 370 جرام سمنه زي ما انتوا شايفينها كده، زي يعني ايه اللي هي مش ولا جامده قوي ولا سايحه قوي، يعني اللي هي متماسكه شويه، بس يعني ايه بحراره الغرفه كده. بس في الايام دي طبعا الحر دي طبعا مش هتنفع، لازم تجمدها شويه في التلاجة وبعد كده تطلعها تشتغلي بيها. وزيهم سكر 370 جرام سكر. اللي بيحب السكر زيادة يزود، ده حاجة براحته. السكر ده اختياري. وعملت ايه يا عبير؟ دول 4 بيضات، هنحط كل بيضة لوحدها وهنضربها، وبعد كده نرجع ايه نضرب اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها. طالما في بيض يبقى اكيد في فانيليا. كده احنا ضربناها حلو قوي. هنحط الدقيق بقى، فهو عشان محطوط له كل حاجة فانا اضطريت ان انا احط دفعة واحدة، رغم ان هو ما كانش عايز الدقيق كله. ما انتي هو المقادير دي ال 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 دي على قد كيلو، يعني دي اللي هي على قد كيلو، بس على حسب الدقيق، يعني على حسب الدقيق، في بيقبل سوائل وفي ما بيقبلش. ده قبل سوائل فنشفت شوية، هنقول لا العجينة باظت وخسرت كده، لا. هنجيب شوية لبن كده، زي معلقتين لبن، تحطيهم كده تسقسقيهم، تشوفي العجينة بتاعتك اهو. زي بصوا يعني ما يتذكروش، حاجات بسيطة جدا. خلوا العجينة زي الملبن وحلوة جدا. بس احنا نستغنى عن الحركة دي، واحنا نخلي عجينتنا مظبوطة، ما نحطلهاش اي حاجة ولا لبن ولا تحتاج اي حاجة. اللي احنا ما نحطش الدقيق مع البيكنج باودر ولا الجوز الهند ولا اي اضافات، عشان لو ما احتاجتش الدقيق كله يبقى احنا ايه ما خسرناش حاجة. كده هيت انا ركنتها كده على جنب وحطيتها في التلاجة لمدة يوم. انا ما كنتش يعني فاضيالها، قلت عجينة وبعد كده اعملها على رواقة. بس صدقوني زادت حسن وزادت جمال بطريقة مش ممكن. دي بقى ايه يا عبير؟ دي المكنة بتاعت اجدادنا الجميلة دي، بتاعت زمان يا جماعة، الحلوة اللي كانت مربيانا كلنا، اللي كنا بنعمل كل البسكوت بتاع العيد كله بيها، وفي فرحة، وكانت جميلة جدا. وجبت البصمة كده زي ما انتم شايفين، قلت اعمل ده وده، هنجرب وكده البسكوت ده بالبصمة هيبقى حلو ولا لا. فطلع بجد جميل جدا جدا جدا، يعني كان فوق الرائع. كان رائع جدا جدا بجد، يعني اللي هي التخينة دي، اللي هي الوردات دي، هي اتاكلت اكتر من اللي هي البسكوتة الرقيقة، كانت رقيقة وكده. فتخين بيتاكل، يعني سميك بيتاكل، رقيق بيتاكل، وكله ماشي. وكانت دي وصفتي لذيذة وخفيفة وما فيهاش اي افتكاسات ولا اي تعب ولا اي حاجة خالص، بتعملها وانتي واقفة. وبصوا الكيلو رمى معاكي وملا الدنيا عندك خير. شوفوا يا سيدي على الجمال والحلاوة، بصوا.
وانتي قاعدة كده مع نفسك بالليل كده بتتسلي مع نفسك ومية مية. وبقول لكم ما تنسونوش في دعوة حلوة، ما تنسوش اللايك، ما تنسوش تفعلوا لي زر الجرس على الكل، ويا ريت يا ريت فضلا وليس امرا تعملوا شير وجزاكم الله كل خير. واقول لكم باي باي ومع السلامة. باي باي.